كنا طلعنا قبل كده واتكلمنا عن الفلاش ده. الفلاش ده اللي هو بيشتغل على كاميرات نيكون. الفلاش ده اللي هو اسمه اكس 800 ان، اللي هو بيشتغل على كاميرات نيكون. كنا طلعنا قبل كده وقلنا ان احنا هنجرب الفلاش مع بعض علشان نشوف الاضاءه بتاعته القويه عامله ازاي والاضاءه الضعيفه عامله ازاي. وكمان الفلاش ده كويس جدا جدا لان في بعض المميزات من هنا، وان شاء الله احنا منزلين له شرح كامل على اليوتيوب تقدر تخش وتشوفه بالكامل. وان شاء الله جايبين معانا طقم الحجاير ده علشان نجرب معاه الفلاش ونشوف الفلاش الاضاءه بتاعته عامله ازاي. وخلونا نركب الحجاير في الفلاش دي، حجاير كامليون الاصليه تمام. وخلينا على طول نجرب الفلاش علشان نشوف الاضاءه بتاعته عامله ازاي. طبعا هنركب الحجاير زي ما انتم شايفين كده. والفلاش ده يا جماعه كويس جدا جدا، من الفلاشات اللي هي بتكون ممتازه جدا. كده الفلاش اهو مقفول تمام، معلش ثواني. كده الفلاش بيكون مقفول تمام، وبتضغط كده على الاتجاه ده كده من الزرار ده كده، بتجيبه لتحت كده شويه تمام، بيفتح معاك الفلاش. كده الفلاش بيفتح اهو تمام. وفي كمان خاصيه ان انت تضغط كمان ضغطه زي كده بيحولك لوضع اوتوماتيك في الفلاش كله، بيشغل كل الفلاش معاك اوتوماتيك. انت كل اللي عليك ان انت تضغط بس على هنا اللي هي اللمبه دي، او اللي انت بتدوس كده عشان تجرب الفلاش وتشوف الفلاش وهو شغال تمام. لكن طبعا احنا طالعين عشان نجربه تمام، هنجربه على الوضع اللي هو على الاون بس، اللي هي الكلمه اللي في النص الاون دي، مش عايزين وضع اوتوماتيك عشان احنا هنجربه يدوي. طبعا لما يكون على الوضع الاوتوماتيك كده بيشتغل على الكاميرا بس، لو حاولت ان انت تضغط بايدك زي كده مش هيشتغل معاك غير على الوضع المانوال تمام. طبعا كده انا جبته على الوضع العادي بتاعه اللي هو مش الاوتوماتيك الكامل، الوضع العادي بتاعه اللي هو عشان نجرب الفلاش ده. كده اعلى اضاءه في الفلاش، والاضاءه زي ما انتم ما شفتوا كده حاجه كويسه جدا جدا جدا. والفلاش ده المفروض بيكون فيه زماره، لما بيجمع بتلاقي الزماره دي اشتغلت. طبعا انا هسكت شويه عشان تسمعوا الزماره دي لما تجمع هتلاقي اللمبه دي اخضرت اهي تمام. وبعد كده لما تجمع بتضغط احمر زي كده بتيجي احمر، وتلاقي قالت معاك تيت زي ما انت ما سمعت كده. وطبعا الاضاءه بتاعته قويه جدا زي ما انتم شايفين كده، الاضاءه بتاعته قويه جدا جدا جدا، فتقدر تستخدمه. السبيد لايت ده جميل جدا، وكمان في اوضاع كتير زي ما انتم شايفين كده. بصوا دي كلها حاجات موجوده فيه واعدادات موجوده فيه، يعني ما شاء الله الفلاش في حاجات كتير جدا. وطبعا مميزاته كتير جدا مش هقدر اقولها في الفيديو ده، بس تقدر تخش على الواتساب وتشوف المميزات والعيوب بتاعه الفلاش ده لو انت قابل على شراء فلاش زي ده. وفي اخر الفيديو صلوا على النبي.